الاهلي يتعادل مع الاتحاد السكندري تعادل عادل. ما ينفعش ان انت تطلع من مباراه زي دي كسبان على الاقل حتى لو 1-0. يعني لو النتيجه اكبر من كده 2-0 3-0 هتبقى مبلوعه ان انت تكسب 3-1. انما تخرج بالمباراه دي 1-0 للنادي الاهلي فده ظلم باين للاتحاد. قبل ما نتكلم عن اللغط التحكيم اللي حصل، تعال نتكلم عن الشوط الاول. الشوط الاول عايز حلاق، مش عايز محلل فني، هو عايز حلاق. بص انت، الكرة المصرية فليشهد التاريخ ان احنا بنعيش اسوأ حقبة زمنية في الكرة المصرية. اللي شعره اصفر واللي شعره ابيض واللي ضارب اكسجين واللي حالق حلقة كده معلم بقى حاجة يعني بمنتهى البيبي، حاجة خرا. دول مش لعيبة كورة، ده مش لاعب كورة ولا هيئة لاعب ولا شكل لاعب ولا فنيا يرتقي ان هم يكونوا لعيبة كورة. نيجي للنقطة الثانية، ضربة جزاء واضحة للاتحاد السكندري. فكك من القطيع الابيض اللي هيرفع ساحه الاهلي، مش الاهلي اللي محتاج يتجامل من التحكيم.